لو صحيت في يوم من الايام لقيت في رساله جايه لك مبروك كسبت $1,000,000 هتعمل ايه؟ اول حاجه هتيجي في بالي مثلا فيلا في الساحل. رقم واحد. دي اول حاجه. بعد كده عربيه، بس انا كواحد بحب العربيات اللي هي الجولف، اجيب عربيه جولف. كده خلاص كام من $1,000,000؟ كده اخلص مثلا نص المبلغ مثلا، لا ازاي؟ ده $1,000,000 مش $1,000,000. بربع المبلغ. ده اقل بكتير. مش هجيب حاجه اي كلام يعني، هجيب حاجات عاليه. عربيه جولف كام؟ عربيه جولف مثلا دي تعمل لها مثلا ربع مليون. الفيلا بقى في الساحل هتعمل لها مثلا 20 مليون. 20 مليون 30 مليون. 30 مليون 50 مليون. ماشي. كده معاك 50 مليون. قول 50 مليون ومليون كمان للعربيه يا عم بالزياده. يبقى انت كام؟ 51 مليون. لسه معاك، انا بقول لك $1,000,000 مش مليون مصري. بعد كده ممكن ابني جامع بقى، ناخده حسنات برضه. صح. بعد كده برضه هطلع حاجه لله. الفلوس بقى هتعمل بيها ايه؟ فلوس اوزعهم برضه على اهلي والله انت راجل محترم يعني. يبقى انا كده ظبطت دنيتي، وبرضه في الاخر ما قصرتش برضه مع حد من اهلي. والله انت راجل محترم لما تفكر في اهلك. في ناس كتير لما تجيلها الفلوس نفسي مع نفسها. في حاجه تانية ممكن تفكر تعملها. لا، ما هو كده بقى انا كنت عملت اللي انا عايزه والباقي اديته لاهلي. انت لسه ده $1,000,000 لو قعدت تصرف فيهم من هنا لحد ما بعد الشر. ماشي يعني. لحد ما بعد الشر تخلص في الفلوس انت واهلك مش هيخلصوا. ده $1,000,000. ممكن اتجوز بقى بعدها. انت مخلي الجواز ده اخر حاجه ممكن يعني هتعطف عليهم كده ممكن نتجوز لما الاقي بنت الحلال بس.